انا حسب رايي مباراه اليوم اللي قالوا عثمان نتاع خساره الكرات في الثلث تسببت في الهدف الاول. الفاول هذا كره خسرت وتعاملت فاول، والهدف الثاني الولد الصغير حب يعمل دريبلينج على 18 خسرها وسجلوا منها. كانت اكثر من اللازم، طبعا مفهوم جدا كما قالوا الخيان اللي التعب الذهني، والماتش هذا بالذات صعيب انك تركز معاه بعد المجهود الجدي جدي جدي وانت في البطوله، تخرج من فرنسا بهذاك الشكل، بعدين انك تلعب هذا الماتش بهذا الجهد حاجه كبيره برشا. الملاحظه الاهم من هذا كله انا حسب رايي المغرب ناقصها المهاجم المتكامل. النصيري مهاجم باهي في الكرات العاليه، والدليل البونتو اللي ماركاه ضد البرتغال اكسبسيونيل، ولكن للاسف في النصف النهائي ضد فرنسا سحب الفريق لتحت. للاسف الموضوع الثاني هو الاحتياطيين. حمد الله بصراحه كان خيبه امل كبيره جدا بالنسبه لهذا اللاعب في وضع هذا اللاعب. حمد الله لاعب محترم جدا جدا في الدوري السعودي، هداف، عنده جوده يعني بصراحه عاليه جدا. للاسف ما دخلش في المباراه بالشكل المطلوب. النصيري تشوف الحاله هذه يعني عثمان هذه حاله مع لاعب يعرف يرفع كره، يعرف يعمل اسيست. الكره الثانيه اللي جاته في رجليه في وضع 2-1 المنافسين خلوها له كان يسجلها. اخر كره في الماتش في التمرين اللي يحبه هو في راسه وطلع فوق الناس كل وضرب الكره فوق المرمى. يعني كان يهبط الكره لانه هو يلكسير في الكرات الراسيه، يعني يضرب الكره من فوق. الحارس ما كان عنده حتى فرصه، لما كنا نشوف في اللقطات ما عنده حتى فرصه. هنا الجوده نتاع المهاجم هي اللي قاعدت الحلقه ضعيفه جدا جدا. يعني كان نتاج للفريق على المجهود اللي يعمله الفريق. لو 3 فرص اللي اليوم توفروا للنصير يسجل منهم واحده كانت النتيجه اقل شيء تعادل. اذا سجل 2 كان المنتخب المغربي ياخذ حتى الاسبقيه. اخر دقيقه في المباراه تصور انت تضرب المنتخب الكرواتي بكره في اخر دقيقه وتسجل التعادل، كل شيء تغير مع الملعب كله معك. يعني ماتش فرنسا خاصه منتخب كان مستحوذ، كان يوصل، المهاجم ما كانش عندك. اما نشوف الفرص هنا في اخر لحظه، بنشوف الفرصه اللي تعتبر يتلام عليها بشكل كبير النصيري، اللي هي الكره العاليه هذه. شوف هذه واحده بالراس ضيعها بالرجل، ما نكون الصوره مش على الهواء نفس اللي عندنا احنا في لا على الهواء نفسها. لا بتشوف الفرصه الاخيره، لا الفرصه الاخيره يعني في التمرين اللي هو يحفقه. ريت الكره الراسيه هذه شوف هذه الكره، شوف الحارس ما عنده ولا فرصه يتفرج، نزل الكره في القائم البعيد 2-2 قبل نهايه المباراه بدقائق. يعني ممكن شكل الماتش كله يتغير، وممكن نرجعوا نحكيوا على منتخب مغربي، لانه المجهود اللي عملوه المنتخب المغربي في ال20 دقيقه الاخيره كمل بمرابط في قلب الدفاع، ومرابط مش قادر يمسك نفسه، يحب يمشي مركي. طبعا مش مدافع مش الريجيستر الدفاع معاك على المهاجمين. انت جبت على نصيري وعلى حمد الله، جديره زاد خذا برشا تونجو في المونديال وما كانش نافع. معناتها الجوده نتاع المهاجمين في المنتخب المغربي لو كانت احسن، سورتو في الفينيسيون، على خاطر اللي نحكيو عليهم خاصه نصيري وجديره كانوا قاموا بعمل كبير من ناحيه البلوك كيب ديفونسيف، من ناحيه انه اتاكون يكون جينيرو يجري برشا في التيران. صحيح نصيري معناتها هدا الانتصار وهدا الترشح امام البرتغال، لكن الجوده مقارنه بحجم اللاعب اللي يعمل فيه المغرب والفرص اللي كانت تجي للمغرب كانت جات فما جوده خير. الجوده اللي عند حمد الله والنجاح اللي يلقى فيها معناتها في الدوري السعودي كانت جات موجوده عنده مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان يسجل اكثر اهداف، خذل الركراكي بشكل كبير، مشالوا وعمل معاه مصالحه لانه كانت عنده شويه مشاكل في اجواء المنتخب، وخلاها اعتذر علنا في زملائه وللاعلام وللجمهور المغربي، وخلاه ياخذ بروفيل يعني يتراجع شويه ويهدى شويه باش يرجع يدخل في مجموعه المنتخب. ولكن اعطاه فرصه في نصف النهائي. يمين تعرف معناه في نصف النهائي اعطاك فرصه، هو ما عندوش حل خاطر فعلا باش تدخل انا موجود. جديره كان حمراء وقتها، عنده ورقه حمراء. اسمحوا كامين، الخطا بوهلال نتاع الدقيقه 7 هو على الصوره حسب رايي المتواضع يختصر المشاركه المغربيه في منعرجها الاخير، يلزم طول نفس، وطبعا المرتبه الرابعه تقعد استثنائيه. لكن لو امكن، علاش حبيت نقف سريعا مع الدقيقه 7؟ الاخطاء اللي ما تعملوش الكل من 23 نوفمبر ل 14 ديسمبر تعملوا في الترتيبيه، وكما قلت انت فوتوكوبي سيم يعني ما حدث في مباراه فرنسا في اللونتام
لا فاموز اونتام هي بيدها تكررت في اللونتام ضد كرواتيا وكانت قاسيه قبول هدف، حتى التعادل جاء مبكر من اشرف داري، لكن بعدين ماهوش المغرب، يعني ماهوش هذا منتخب المغرب في الشوط الاول. علاش الدقيقه السابعه؟ خاطر مستحيل تعمل كرة ثابتة بدرجة حركة تدريبية. لو تكون معنا لاحقا يكون جميل شباب أنه الدقيقة السابعة والكرة اللي تعدى عليها لوكاس مودريتش، اللي بالمناسبة ماجد وكباتن يعني مس 82 كرة، تعامل مع 82 كرة بالتمام والكمال، وقصة وحده مودريتش تو بعد يمكن نلقاو له الوقت. وقت اللي مودريتش يتعدى على الكرة ويخليها اللوفر الماجير وتتعمل لها كيكه، هذيك مستحيل كان تعودها مع المغرب نتاع نوفمبر، انا باش نسميه المغرب نتاع نوفمبر، وتقعد 20 ماتش تعودها له مستحيل تتعدى. معناها وقت اللي هو نقص على الكوره قبل الفتحه نتاع لوفرن ماجر، حتى نشوفوها مع الشباب، الدفاع بكله تحرك، وبعد ولات اون اكسيون دونتيلمون مجد الشجعي، ولات حركه نتاع تدريب يومي. معناها عبد ينقص فوق الكوره، ماجر يهزها وتمشي لبيريسيتش يعاود يرجعها بيريسيتش، معناها تروبو بور فري، معناها كثير جميله باش تكون حقيقيه. هذا يعطيك اللي دفاع المغرب ماهوش يلعب في المباراه الاساسي، او على الاقل الدفاع الذي هو متجانس ونجح في صد الاوروبيين بلجيكا البرتغال كذا. وعلى ذكر الدفاع والكره نتاع الدقيقه السابعه قلنا اللي تعامل معاه هذه، شوف تعدت على مودريتش كي مشيت البيريسيتش اوريدي الدفاع الكل تحرك سيد بوهلال، وكي تحرك الدفاع يعرفوا لي زيكسبير ولات كاينه دوزيام بال نجار صلح لي كان لا غلط، ولات كره ثانيه والناس تتفرج بما فيهم سفيان مرابط، معناها اكسيون دونتيرمون اللي هي لوفرن ماجر بيريسيتش وفات على غفارديول. ايش حبيت نقول في الدفاع؟ جماعه الخير ما تنساوش راهو اخر نصف ساعه في كاس عالم منتخب المغرب لعب ما غير 4 سونترو، معناها اجر تسايس وكمل داري وكمل اليميق، وقالها هو قال نص ساعه الاخرى نلعبوا ما غير الدفاع، ما دخل بانون ودخل املا ورجع مرابط، معناها تحكي على ما غير 4-5 محوريين زائد ما غير المزراوي اللي يملي بقعته، وبالتالي معناها الناس كملت المونديال كما نقولوا على عجله خامسه، رغم ان القصه هذه يعني ما تغير حتى شيء من قصه المغرب الجميله، لكن ما دمنا في الامور الفنيه التي حدثت في المباراه. النقطه اخرى ما ننساوش اليوم المغرب بوهلال رقم 11 في الفيفا رانكينج، قفز 11 مرتبه، هذا يخبر. المغرب اول بلد افريقي في تصنيف الاتحاد الدولي اللي هو تصنيف مهم يعرفوا الشباب، رقم 11، يعني يروحوا للكازا بعد ساعات قليله وهم في ثوب الفريق تقريبا توب 10، يكاد يدخل قائمه العشر الاوائل. هذا مهم بعد في النقاط نتاع الفيفا وفي توزيع السبوت الى اخره. ونقطه اخيره بالنسبه لهذا المنتخب، ما زالوا فما استحقاقات، اعطى نموذج لما هو قادم. القطيعه الربتور هذه اللي صارت انه ما عادش احنا عربة وفارقه نشارك من اجل المشاركه، نعملوا كار نعملوا دومي. المغرب سباق في هذه النقطة بعد ما كان ماجد اللي تعرف سباق عام 76 بأول نقطة تعادل، 86 أول ويتيام دو فينال، 2022 الحاجز عالي جدا.